النهارده هحكي لكم قصة مختلفة تماما عن أي حاجة سمعتوها قبل كده. مجموعة شباب قرروا يخرجوا من زحمة المدينة ويروحوا للصحراء. كان نفسهم يعملوا تخييم ويغيروا جو. الموضوع كان باين عليه بسيط ولذيذ في البداية، لكن اللي حصل لهم هناك غير حياتهم رأسا على عقب. كانوا فاكرين إن المكان فيه هدوء وطبيعة جميلة، اللي شافوه هناك كان أبعد بكتير من تخيلاتهم. فيديو النهارده مش زي أي فيديو تاني، أوعدكم إنكم مش هتنسوا بسهولة اللي هتسمعوه. استعد عزيزي المشاهد، علشان النهارده معانا قصة مليانة رعب حقيقي. ودلوقتي يلا بينا نبدأ القصة. أنا أحمد، طالب جامعي في سنة رابعة وأخيرا قربت أخلص. في يوم من الأيام قررت أنا ومجموعة من صحابي محمود وسامي وندى وعلي نروح البر ونخيم في الصحراء، علشان نغير جو بعيدا بقى عن دوشة المدينة وزحمتها. الصحراء كانت بتتميز بالهدوء والسماء الصافية، كانت فرصة مثالية للهروب من الروتين اليومي. وبالفعل جهزنا كل حاجة للتخييم، أدوات الشوي والخيم وكمية كبيرة من الأكل والمشروبات. في البداية كده خليني أديكم نبذة بسيطة كده عن صحابي علشان تبقوا فاهمين من البداية الموضوع كان ماشي إزاي. محمود كان معروف بطبعه المرح، بيحب الهزار والمغامرات. سامي كان أكتر واحد فينا عنده معلومات عن النجوم والأجرام السماوية، مطلع شوية عن علم الفلك. ندى بقى كانت بتندهش بأي حاجة جديدة، أي حاجة مثيرة أو مش مثيرة كانت دايما بتندهش بيها. وعلي كان دايما بيعمل مغامرات وبيشجعنا عن تجربة أي شيء جديد ومختلف. المهم ركبنا عربية علي الدافع الرباعي الكبيرة، كانت مجهزة للسفر الطويل والمغامرات. العربية بصراحة كانت مليانة بكل اللي هنحتاجه، من معدات صيد وأسلحة خفيفة وكمان جهاز لاسلكي. تقدروا تقولوا كده كانت مصدر أمان لينا. توكلنا على الله واتحركنا بالعربية. وبعد مرور أكتر من 5 ساعات ومع غروب الشمس وصلنا أخيرا مكان التخييم. نصبنا الخيم بسرعة وحضرنا المكان للشوي، لأن خلاص الليل بيدخل علينا. الجو كان هادي جدا ومريح، وكان فيه شوية هوا كده بارد لكنه كان منعش. وشوية شوية بدأت الشمس تختفي وبدأنا نشوي الأكل. صوت الشوي كان ممتع جدا وريحة الأكل كانت شهية وجميلة. جهزنا الأكل وقعدنا حوالين النار، بدأنا بقى نحكي قصص ونضحك ونهزر. اليوم كان جميل. اتكلمت ندى وقالت الجو هنا رائع مش كده؟ رد محمود فعلا دي أحسن فكرة جات لنا من فترة. المهم بقى يا شباب خلينا نستمتع بوقتنا وننسى أي حاجة تانية. شوية كده واتكلم سامي وهو باصص فوق، عارفين إن السماء هنا مليانة نجوم وممكن نشوفها بوضوح؟ ممكن بعد العشاء كده نرصد شوية نجوم. رد عليه علي يا عم سامي خلصنا، الأكل هيبرد، يلا بينا ناكل وبعدين نبقى نشوف الموضوع اللي انت بتتكلم عليه ده. كانت كل حاجة ماشية تمام لحد ما سمعنا صوت غريب جاي من بعيد، صوت خطوات وكأن في حد ماشي ببطء على الرمل. التفينا كده كلنا بسرعة بنحاول نشوف فين مصدر الصوت، ولكن ما كانش في حاجة واضحة وما لقيناش أي حاجة. بصينا كده كلنا لبعض وضحكنا وافتكرناها تهيؤات. أصل برضو تخيل معايا، الجو هادي والصحراء واسعة، مين اللي هيحاول يجيلنا في وقت زي ده؟ مر الوقت وبدأت الأصوات تزيد. كانت خفيفة في البداية لكن بقت أوضح وبقت أكتر رعب. أنا مش عارف بصراحة سامي كان بيفكر إزاي، ولكنه قرر إنه يروح نشوف إيه اللي بيحصل بالظبط. رجع بعد دقايق وسألناه شفت إيه يا سامي؟ كان واضح جدا عليه علامات التوتر والخوف، ورد علينا بصوت مبحوح مفيش حاجة، مفيش حاجة، وكأنه كان بيجري أو كان في حد خانقه. قمت جبت له كوباية مية يشرب ورجعنا تاني حوالين النار. حاولنا نرجع جو المرح اللي كنا فيه. فجأة لقينا ندى قامت وبتشاور لنا إن في ضوء جاي من بعيد، وفعلا قمنا كلنا بسرعة بنبص. كان ضوء صغير كده بيتحرك ببطء وكأن في شخص ماسك كلوب بيتحرك كده وماشي بيه. اترعبنا وبدأنا نحس بقلق. عايز أقول لكم أنا كل ما بفتكر الموقف بقول لنفسي إحنا إزاي كان عندنا الجرأة دي. مشينا شوية ورا مصدر الضوء، ولكن كل شوية كنا بنحس إن الضوء بيختفي تدريجيا، ما كانش في حاجة واضحة قدامنا. رجعنا المخيم وحاولنا ننام وقررنا نعدي الليلة دي بأي شكل، لكن الأصوات الغريبة فضلت مستمرة طول الليل. عايز أقول لكم أقسم بالله كنت شايف ظلال بتتحرك في الضلمة، وأحيانا كنت بحس بوجود حاجة بتطوف حوالينا. شوية واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وحاولت أنام.
صحيت في نص الليل على صوت صراخ محمود. جريت بسرعة على خيمته ولقيته متوتر جدا وفي على وشه علامات خوف. بيقول انه شاف شخص غريب واقف بره الخيمة بيبص له. سامي وندى وعلي لقيتهم جايين بيجروا علينا بسرعة. في ايه؟ حكيت لهم على كل اللي حصل مع محمود. اتصدموا. عايز اقول لكم ان كلنا كنا ساكتين وفي حالة من الرعب الشديد. قررنا نفضل مع بعض وحاولنا نتحقق تاني من المكان، وكل ما نمشي خطوتين بنلاقي آثار أقدام غريبة حوالينا. في لحظة معينة حسينا بهزة أرضية خفيفة وكأن الأرض بتتفتح من تحت رجلينا. لقينا فتحة صغيرة في الأرض بتودي الكهف تحت الرملة. دخلنا الكهف نستكشف المكان. قلنا ممكن تكون حاجة جواه هي اللي مسببة لنا الرعب ده. أكيد معظمكم دلوقتي بيسأل على وضع ندى، يعني إن هي الوحيدة فينا اللي بنت وكده. بصوا، هي ندى كانت مرعوبة وخايفة جدا، ولكن برضه هي كانت معانا، يعني كلنا بنحاول نطمنها ونحميها، مع ان الموقف كان مرعب جدا علينا كلنا. الكهف كان ضلمة جدا من جوه وبرد. كل ما نتقدم خطوتين نسمع صوت اصوات بتزيد. فجأة ظهر لنا مسخ غامض، مهما وصفت لكم شكله عمركم ما هتتخيلوا شدة وفظاعة منظره المرعب. كان بيشع نور ازرق غريب وريحته كانت وحشة جدا. في حاجات كده كانت بتنزل من بقه شكلها غريب، ومناخيره كانت طويلة. نظراته لينا كانت مرعبة. اتكلم فجأة بصوت ضخم: احنا في خطر، ارجعوا قبل فوات الاوان. حاولنا نرجع واحنا بنجري بسرعة. اتكلمت ندى وهي مندهشة وخايفة وبصوت عالي قالت: ايه ده؟ فين المخرج اللي احنا كنا جايين منه؟ للأسف مخرج الكهف كان اختفى تماما. كنا محبوسين جواه والأصوات كانت بتقرب منا أكتر وبتزيد. بدأت الأرض تتهز تاني من تحتنا والكهف بدأ ينهار. حاولنا نجري كلنا بأسرع ما يمكن، لكن كل مخرج بنلاقيه مقفول. في لحظة من اللحظات سامي لقى ممر ضيق وقال لنا بصوت عالي: تعالوا بسرعة، المخرج هنا. وجرينا وراه. وصلنا لنهاية الممر ولقينا فتحة صغيرة طلعنا منها. لقينا نفسنا في الصحراء تاني. كنا تعبانين ومرعوبين جدا. رجعنا للمخيم وقررنا نسيب كل حاجة ونهرب، والحمد لله لقينا العربية. جريت بسرعة عليها وركبت، وهم كمان أول ما شافوني جريوا ورايا وركبوا هم كمان العربية. رغم إننا كنا تعبانين جدا، ولكن كان سبحان الله تحس إن ربنا مدينا القوة والقدرة علشان نهرب ونجري بسرعة. وكمان العربية كانت مصدر الأمان الوحيد لينا. علي بمجرد ما ركب العربية دورها وجري بأقصى سرعة. بعد ما رجعنا للمدينة حاولنا نحكي للناس عن اللي حصل، لكن مفيش حد فيهم كان مصدقنا. ومش عارف ليه كان عندنا إحساس غريب كده بإن في حاجة غلط، وإن الرعب اللي احنا اتحطينا فيه ده مش هيخلص بسهولة. في يوم تلقيت رسالة غامضة من مصدر مجهول. الرسالة كانت بتحمل تفاصيل عن أحداث جديدة في المكان اللي كنا فيه، وبيانات لأشخاص اختفوا في ظروف غامضة بعد زيارتهم للمكان. فجأة وأنا بقرأ الرسالة تليفوني رن. لقيت فيه صوت مبحوح وحد بيقول لي: لو عايز تنقذ صاحبتك ندى لازم ترجع تاني، الرعب الحقيقي لسه ما بدأش. قفلت الخط وكنت في حالة من الرعب والذعر الشديد. واضح ان اللي واجهناه في الصحراء مجرد بداية، وان الرعب الحقيقي لسه ما جاش. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. انا مش هنزل الجزء الثاني غير لما اشوف تفاعلكم على القصة واتأكد انها عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. الله غالب. سلام.